اتصال من الدكتور سعد مطر العتيبي، متخصص في السياسة الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور سعد معي؟ نعم معك، حياك الله. بداية أرحب بك في برنامج قانون المجتمع. ثانيا ونحن نتكلم عن يعني كيف نفعل ثقافة الوسطية أو الثقافة الوسطية والاعتدال في المجتمع السعودي، بودي لو تلخصها في نقاط. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة عندنا إشكالية حين في المصطلحات، وعندنا إشكالية أخرى في من هو المرجع في تحديد المصطلح وفي تحديد ضوابط المصطلح. يعني لو نظرنا إلى قضية الوسطية الآن وهي محل الحديث الآن، يعني يجب أن يرجع في الوسطية إلى أهلها. يعني عندنا وسطية أو توسط محمود، وهو التوسط بين باطلين، باطل تطرف عن الحق في جانب الإفراط وآخر في جانب التفريط. والتوسط المذموم وهو التوسط بين الحق والباطل، وهذا يعني لا يمكن أن يكون وسطية، أن يكون بين الحق ويأخذ من الحق شيء ومن الباطل شيء ويقول هذه وسطية، التي هي حال المنافقين كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا عرفنا أن التوسط المذموم هو التوسط بين الحق والباطل، فالتوسط المحمود هو التوسط بين باطلين، يعني يترك الباطل من طرف من الإفراط ومن التفريط. المرجع في الوسطية، يعني لو أردنا أن يكون هناك فعلا مرجعية في الوسطية يجب أن يقودها أهل العلم. هناك وسطية في كل قضية بحسبها من الناحية الشرعية فيرجع فيها إلى أهل العلم الشرعي، وهناك في الناحية النظامية فيجب أن يرجع فيها إلى المتخصصين في الشريعة والأنظمة، لأن الأنظمة عندنا هي جزء من الشريعة. أما الذين ليسوا من أهل الشريعة ولا من أهل الأنظمة فكيف يحددون وسطية في قضايا الأمة العامة؟ حقيقة أن هؤلاء عادة يعسرون صف الوسطية في جانب الإفراط في جانب التفريط. عندنا مشكلة كبرى وهو التقليل من شأن المتخصصين، التقليل من شأن المرجعية الوسطية الحقيقية، سواء كانت في جانب العلماء أو في جانب الأمراء. وهذه الحقيقة من الكوارث التي لا يراعيها الإعلام، بل يؤججها تأجيجا عجيبا. وهذا في الحقيقة لا يساهم في الثقافة الوسطية في بلادنا بقدر ما يساهم في إيجاد أطراف يمين ويسار. هذه الحقيقة ممكن الفكرة الأولية في هذا الموضوع التي يمكن استيعابها جميع المستويات. أنا أشكرك دكتور. كلمني الدكتور سعد بن مطر العتيبي، وهو متخصص في السياسة الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا جزيلا لك دكتور. معي أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. حياك الله. أمسي عليك أخي رياض ومسي على الضيوف الكرام. الحقيقة دعني بداية أخي رياض أن أشيد بهذا البرنامج وبطرحه لبعض القضايا المهمة جدا لمجتمعنا. دعني أخي رياض بداية أن أبدي دهشتي العظيمة عند الحديث عن الوسطية والاعتدال أن يتداخل رئيس تحرير صحيفة دأبت حقيقة نكون صريحين على التطرف في تناولها للقضايا فيما ما يختص بالقضايا الدينية والأمور المتعلقة بأهل الدين. دعنا نقف عند ذلك المقال الذي مهره رئيس تحريرها هذا اليوم وخصص كامل مساحته للنيل من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء. هل ننشد الوسيطية من صحيفة دأبت على تشويه صورة أهل الدين؟ أين هذه الصحيفة عن التجني الواضح الذي حدث في المسلسلات الرمضانية؟ لم نشاهد سجالا دار حول مثل هذه القضايا. هل ننشد الوسطية من صحيفة تفرد صفحاتها لكل من أراد النيل من العلماء والمفكرين؟ لنكن صرحاء أخي رياض في هذه الحقبة المهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية، نحن لا نقدس الأشخاص، كل شخص يرد حديثه ويقبل إلا صاحب هذا القبر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة حتى أكون منصف عدت إلى ذلك المقطع الذي أحدث يعني جدلا واسعا والذي قام به معالي الشيخ سعد الشتري في قناة المجد الفضائية. لم أشاهد أي نيل من قيادة هذه البلاد أو لمس لا من قريب ولا من بعيد. هو أشاد بالخطوات التطويرية للملك عبد الله فيما يتعلق بتأسيس يعني تعليم حديث وباستقطاب الكفاءات، وبل أن معالي الشيخ حفظه الله والمقطع موجود في الإنترنت. أنا لا يعني آتي بحديث من عندي، أنا أطالب الجميع ضيوفك المشاهدين أن يعودوا لاستماعه. كان معالي الشيخ واضحا في حديثه، هو يتحدث عن هذه المرحلة المهمة وكان يثني على خادم الحرمين الشريفين. كل ما قلت لك للأسف لم يكتب منها حرف واحد في هذا المقال. يعني دعني أخي رياض أن نتحدث مع هؤلاء ما هي الوسطية بالضبط. أنا أتمنى رؤساء التحرير على كل أطيافهم في صحفنا المحلية، وهم ولله الحمد من أبناء هذا البلد نعول عليهم الخير، الهفوات موجودة. أنا أتمنى أن يقفوا معنا ونقف معهم ويقف المجتمع في تحديد
معالم واضحة للوسطية. ما هي الوسطية؟ هل الوسطية التجني على فئة دون أخرى؟ هل الوسطية في الحديث عن القضايا التي تمسهم وتوافق أهواءهم دون أهواء المجتمع؟ لماذا لا يكون هناك احترام لرغبات المجتمع؟ أخي رياض، يعني نحن صمتنا طويلا، كان اليوم يعني مؤسف جدا أن نشاهد صحيفة من المملكة العربية السعودية في صفحتها الأولى تتصدر صورة لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء ويكون النيل منه. طيب أنا أشكرك. أنا لا أريد أن أستطرد في الموضوع، نكون احنا في وسيلة إعلامية عامة يسمعها أبو عبد الله. أنا أشكرك. ولا تصل إلى خارج المملكة العربية. يعطيك العافية أبو عبد الله، يعطيك العافية. أنا أشكرك على مداخلتك، يعطيك العافية.